السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم معايا في فيديو جديد في قناة اكلتك على طريقتي. النهاردة هنعمل مع بعض الكشري المصري زي ما انتم شايفين كده بمكونات سهلة جدا. تابعوا معايا الفيديو للاخر. اول حاجة هنعملها مع بعض هنجهز المكونات بتاعتنا قدامنا كده عشان ما نتلخبطش. هيبقى معانا نوعين من المكرونة وشعرية وعدس بجبة، ده ببقى غسلاه طبعا وسايباه نقعاه. وكوباية من الرز او طبق، طبعا كل واحد بيعمل الكمية على حسب العدد اللي عنده. وبصل متقطع كده شرايح كده زي الجوليان بس تبقى مفتوحة من على الطرف، وشوية خل يعني تقريبا نص كوباية او فنجان، بستخدمه على حاجتين الخل ده. وتوم متجزأ لجزئين عشان استخدمه في الاتنين، وصلصة اللي هي صلصه طماطم عادي. بجيب بقى الحله وفي ميه مغليه وبنزل بنوعين المكرونه، وفي الحله التانية بحط العدس بجبه كده واسيبه يتحمص بس كده تحميصه، وبيتقلب كده بس يعني بيشم النار وياخد لون كده. وبعد كده بطلعه بره بقى ينشف براحته خالص زي ما انتوا شايفين كده، ويدبل لوحده خالص كده من النار. بعد كده بنزل في الحله تانية بتومه، واول ما اطلع ريحتها بنزل بالبصل وبقلب بس كده يدبلوا ويطلعوا ريحة. وبعدين بطفيهم بقى بنص كوباية خل، يعني الكمية بتاعت الخل اللي احنا كنا عايلينها دي هنحط منها نصها هنا، والكمية التوم اللي انا حطيتها دي برضو نص الكمية، وهعين النص بتاع الخل ونص التوم للدقة بتاعت الكشري اللي هنعملها في الاخر. وبنزل هنا بقى بالصلصة كلها، بضيف عليها كده كوباية من المية عشان اسيبها تتسبك كويس جدا. المهم جدا ان الخل يتحط قبل الصلصة. بنزل بقى بملح وفلفل وشوية شطة فقط، مش بحط عليها حاجة اكتر من كده. طبعا هنا الخل والثوم هو اللي بيديها الفرق ما بين الصلصة العادية وصلصة الكشري. اجيب بقى مقلايه او حله كده فيها شويه زيت غزير جدا واسيبهم لحد ما يسخنوا. بختبر كده ببصلايه، اول ما بحطها لقيتها طالعه كده فوق الوش وبتتحمر بسرعه يبقى كده خلاص تمام. بنزل بقى بكل الكميه. هنا انا مش بحط نشا، دي طريقه حلوه جدا مش بتبوظ الزيت وبتخلينا ينفع ان احنا نستخدمه تاني. بسيبه لحد ما النار تغلى وبحطها وباخد كده ايه اللي هو نص تقليبه بس. وبعد كده بقوم رافعاها واسيبه بره يبرد مع نفسه، بيبقى مقرمش وطعمه جميل جدا. هنا معانا الدقه. بحط الثوم وعليه كمون. تمام. ده البصل بصوا بعد ما بقى شكله حلو جدا، بعد ما بقى مقرمش وحلو قوي بطلعه بقى بسيبه كده بره على جنب، بيبقى شكله هايل وخطير. بسيبه ينشف وبعد كده اصلا بيبقى مقرمش وطعمه حلو جدا. بحط كمية الكمون وبحط الخل زي ما انتوا شايفين كده، وببدأ اضيف على الخل ربع فنجان كده من المية وبقلبه وبسيبه كده هو جاهز معايا هنا بقى الشعرية. اهم حاجة يا جماعة التركية ان الزيت اللي بعمل فيه الرز والشعرية والكلام ده كله بيبقى الزيت بتاع البصل ده اللي بيدي للكشري طعم هايل جدا. كوباية الرز حطيناها تمام، مش بنكتر يا جماعة من الرز ولا الكلام ده كله لان احنا حاطين مكرونة كمان. والكمية دي هياكلها فردين فقط، يعني دي من فردين لتلاتة كمان. هحط ميه هتغطي كده وش الرز، وبعدين بحط ملح. والرز بتاع الكشري يا جماعه بيتحط عليه كمون، يعني حوالي ربع معلقه بس كده. جربوها بالبصل بزيت البصل هيبقى جميل جدا، عشان كده انا محطتش نشا. بغطيه وبسيبه يستوي بقى كده على جنب. بس في ناس كمان عايزه اقول لكم بصوا الصلصه اهي بعد ما خلصت بنحط العدس الجبه فوق الرز بس بعد ما الميه تتشرب عشان ما يستويش معانا تاني. الشطه بقى بجيب زيت وبيسخن واحط فيه معلقه شطه، وبسيبها كده لحد ما تتحمر وريحتها تطلع الشطه. بحط بقى عليها معلقه كده من الصلصه عليها واسيبها لحد ما تغلي وتتقل خالص. دي كده بقت معايا الشطه جاهزه والدقه جاهزه. وده يا جماعه بصوا الرز بتاع الكشري بعد ما خلص وبقى مفلفل وجميل ازاي. بخلط بقى الرز بالكشري بالمكرونه وبحط البصل فوق الوش المقرمش معايا، والصلصه والخل والشطه والدقه كشري زي بتاع المحلات بالظبط واحسن كمان والله. جربوه بالطريقه دي هتعجبكم جدا جدا جدا. ولو عجبكم الفيديو ان شاء الله تسيبولي رايكم في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا اللايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديده. ولو عايزين اكله جديده قولولي في الكومنتات وانا اعملها لكم ان شاء الله. مع الف سلامه.